السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي ديليس حنان أسكال. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا غاطو او تورته، من ألذ التورتات ومن اسهلها. دغيا كتحضر، ما كتاخذش وقت طويل وما فيهاش مكونات اللي هما كتار ومعقدين. التورته عباره عن بسكوي وكريمه بطبيعه الحال. البسكوي غادي نحضروه باللوز، فكيجي رطب وكيجي خفيف ولذيذ ما كيتحتاجش اننا نسقيوه. كذلك الكريمه حضرتها بمكونات اللي هي سهله ومتوفره. التورته نتمنى تجربوها حيت فعلا غادي يعجبكم، المذاق ديالها رائعه بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال استحسانكم، ونتمنى كذلك تتبعوا معايا لا فيديو للاخير. نخليكم على المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غنحضروها هو البسكوي. غنحتاجو ليه 200 غرام ديال البودره ديال اللوز، ممكن تشريوها جاهزه اولا ممكن تعملوها في الدار. انا هنايا خديت اللوز، مسحته مزيان وطحنته بالقشره ديالو. طحنته بودره، لكن خليت فيه قطع صغيره ديال اللوز باش كيجيوني كروكون في البسكوي. عندي كذلك 5 ديال البيضات. في البسكوي غنحتاج فقط البياض، يعني من بعد غادي نفرق الصفار على البياض. البياض كيف ما ذكرت غادي نعمل به البسكوي، الصفار غادي نحتفظ به للكريمه. عندي 90 غرام ديال السكر سنيده، وعندي واحد ساشي ديال الفاني. بالنسبه للكميه ديال السكر اللي عطيتكم ديال البسكوي، فالبسكوي جا هو هذاك، ما جاش حلو بزاف. غادي ندوزو مباشره للطريقه. اول حاجه غادي نعملوها، غادي ناخذ واحد الاناء اللي يكون نقي وناشف من الماء، ما فيه حتى قطره ديال الماء. وغادي نعمل فيه البياض ديال البيض. كيف ما ذكرت غادي نفرقوا الصفار على البياض. البياض غادي نعمل به البسكوي، والصفار غادي نحتفظ به للكريمه. هنايا وانا كنفرق الصفار على البياض، طاح لي الصفار على البياض، فضروري تحيدوه. الا طاح لكم ضروري تحيدوه باش يطلع لينا هاد البياض. هنايا على البياض غادي نضيف قبصه ديال الملحه، وغادي نطرب بالطراب الكهربائي. ضروري هاد المرحله هذه كنطربوا بالطراب الكهربائي، حيت غرضنا اننا نطلعوا هاد البياض. كيف ما شفتوا من بعد ما نطربوا شي شويه كتبان لي ديك الكشكوشه بدات كطلع. فغادي نضيف عليه السكر سنيده. عندي هنايا 90 غرام ديال السكر سنيده، غادي نضيفها تدريجيا وانا كنطرب. غادي نضيفها على دفعتين اولا ثلاثه وانايا كنطرب. وغادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني. غادي نحاول نطرب مزيان ونطلع هاد البياض ديال البيض حتى نتحصل على مورانغ، ونتحصل على منقار العصفور كيف ما كنقولوا. هاد المرحله هذه كتاخذ وقت اللي هو طويل شويه، لكن نصبروا حتى يطلع لينا البياض. هنايا غادي نوريكم القوام ديال المورانغ. ملي كنتحصلوا على هاد منقار العصفور اولا على هاد القوام هذا، كنتوقفوا على التطراب، ما كنزيدوش نطربوا. وباش نتاكدوا باللي تحصلنا على مورانغ ناجح، كنقلبوا الاناء. ملي كنقلبوه وما كيطيحش داك المورانغ، يعني راه المورانغ عندنا ناجح. هنايا في هاد المرحله هذه غادي نبدا نضيف 200 غرام ديال البودره ديال اللوز. كيف ما شفتوا اللوز راه خليت فيه طريفات صغارين بزاف ديال اللوز، يعني ما تسمشي ماشي تهرمشوه، ما تخليوش طريفات كبارين، غير يكونوا صغارين وصافي. هنا كيف ما شفتوا غادي نبدا نضيف البودره ديال اللوز على المورانغ، وانايا كنخلط بسباتولا بمعلقه خشبيه باللي كان من التحت للفوق بهذه الطريقه، وغير بشويه. انا هنا راه مسرعه على فيديو، كنخلطو غير بشويه حتى يدخل داك حتى تدخل لي ديك البودره ديال اللوز في المورانغ بهذه الطريقه هذه، وتحصل على هذا القوام هذا. من بعد غادي ناخذ واحد القالب. من بعد غادي نكتب لكم القطر ديالو. واحد القالب يكون ملبس ببابي
بابي كويسون من التحت، ومن الجوانب كدهنوا غير بدهنه خفيفه ديال الزيت. كنحاول نقاد، كنفرغ فيه الخليط ونحاول نقادو ونضربو على سطح العمل. هاد البسكوي كيجي لذيذ صراحه، كيجي غزال بزاف، وكيف ما شفتوا راه الطريقه ديالو جد سهله وبسيطه، واخا كيكون مكلف شي شويه، ولكن ما فيها باس مره الواحد يعملو، حيت فعلا فيه واحد المذاق اللي هو رائع، وكيجي خفيف ورطب بزاف وما كيجيش ناشف. هنايا غادي ندخل هاد البسكوي للفران. الفران عندي ديجا مشعول واحد 5 دقائق قبل، كنشعلو ليه غير من التحت حتى يتحمر لينا البسكوي من الجوانب، ونشعلو الفوق باش يتحمر لينا من الفوق. هاد البسكوي كياخد في الفران 15 دقيقه بالضبط. حاولوا ما تفوتوهاش باش ما يجيكمش ناشف وما يجيش قاصح، حتى يعني غير حتى ياخد هاد اللون هذا وكتخرجوه. هذا هو السمك ديالو. بغيتو هاد الحلوه بهاد السمك هذا، يعني كتعملوا هاد المقادير وكتعملوهم في هاد القالب. بغيتوهم يعني بغيتو البسكوي ديالكم يجي طالع اكثر، فكتعملوه في قالب اللي يكون اصغر. هنا من بعد ما كنخلي داك البسكوي حتى يبرد مزيان، غادي ندوز هنايا باش نقطعو بهاد الطريقه هذه. كنحاولوا نقسموه الى قطعتين باش نعمروه بالكريمه. هذا هو البسكوي، هذا هو الشكل ديالو من الداخل كيف ما كتشوفوا. حاولوا من الافضل، انا كنفضل انكم تعملوا البودره د اللوز في الدار. فاش كطحنوا داك اللوز بالقشره ديالو كيعطينا هذا الشكل هذا اللي كيجي غزال، احسن من اننا ناخذ البودره د اللوز من على برا فكتجي بيضه والبسكوي ما كيجيش مزيون من الداخل. كيف ما شفتوا البسكوي راه رطب وكيجينا بحال مشربينه. عليها قلت لكم حاولوا ما تخليوهش بزاف في الفران. اون فوا يتحمر كتخرجوه. غادي ندوزو مباشره للكريمه. بالنسبه لمكونات الكريمه غنحتاجو فيها 5 ديال صفر البيض اللي كنا ديجا خلينا. عندي هنايا 150 مليلتر ديال حليب عادي، يعني كتخرجوه من الثلاجه من قبل. عندي هنايا هاد الكريمه كتكون حلوه اللي كنطلعوا. في هاد العلبه فيها 200 غرام، انا غادي نحتاج فقط 100 غرام ديال الكريمه. عندي 20 غرام ديال السكر سنيده، وعندي 20 غرام ديال بودره الكريم باتيسير. هنا ممكن تعملوا البودره ديال الكريم باتيسير او لا تعملوا نشا، لكن انا كنفضل الكريم باتيسير باش كتجينا هاد الكريمه حلوه. وكيف ما شفتوا راه فيها البيض فكتحيد لينا ديك الزفوره ديال البيض. وبطبيعه الحال الفاني نسيت انا هنايا ما حطيتهاش. بالنسبه للطريقه كيف ما شفتوا فواحد الكاسرول كنوضع فيه 5 ديال صفر البيض، غادي نوضع 150 مليلتر ديال الحليب، 20 غرام ديال السكر سنيده، و20 غرام ديال بودره الكريم باتيسير اولا تقريبا ما يعادل 2 معالق كبار عامرين. غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان بارد في بارد، وغادي نديهم لفوق النار مع تحريك المستمر حتى نتحصل على واحد كريمه تكون عاقده شي شويه. كيف ما شفتوا هنا راه ضفت واحد الساشي ديال الفاني، ومني طيب هاد الكريمه هادي غادي نعاود نضيف عليها الساشي ديال الفاني. هذه هي الكريمه من بعد ما وجدات. انا هنايا غفلت عليها. نتوما ضروري خاصكم تحركوها، ما تخليوهاش، ما تغفلوش عليها باش ما يتكونش لكم هاد الكوته اللي تكونت لي. فبقاو تحركوا ما تخليوهاش. انا غفلت عليها ولكن ماشي مشكل، الاهم انها جات لذيذه. كيف ما شفتوا من بعد ما كتوجد الكريمه كنفرغها في واحد الطبق، وكنغطيها ببلاستيك غذائي يكون ملامس للوجه ديالها، وغادي نخليها في الثلاجه حتى تبرد مزيان. عاد غادي نوجدوها. من بعد ما كتوجد عندي الكريمه اولا من بعد ما كتبرد مزيان في واحد كنفرغها في واحد الاناء. وفي هذه المرحله هذه غادي نضيف عليها الكريمه 100 غرام ديال الكريمه. ممكن تستعملوا لا ماجيك اللي متوفر عندكم. المهم كريمه ديال الحلويات اللي كنطلعوا. اول حاجه هنا غادي نطرب هاد الكريمه هذه مزيان حتى تحل شي شويه. من بعد غادي نضيف عليها 100 غرام ديال هاد الكريمه هذه كيف ما شفتوا النصف ديال العلبه. وغادي نطرب مزيان هاد الكريمات بجوج. غادي نطلعهم ونعطيهم واحد الفوليوم باش تكون عندي واحد الكريمه اللي كتجي يعني عقده شي شويه، ونقدر نحشي بها اولا نعمر بها
الطورطه ديالي. بالنسبه لهاد الكريمه هي الوصفه الاصليه كيعملوا فيها الزبده. يعني ديك الكريمه د البيض اللي حضرنا ملي كتبرد كيوضعوا عليها تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده وكيطربوها. انا كنفضل نضيف عليها هاد الكريمه اللي كتجي حلوه احسن من الزبده، حيت كيجي فيها المذاق ديال الزبده مجهد. من بعد ما حضرت ديك الكريمه غادي نديها للثلاجه نخليها تبرد. هنا غادي ندوز باش نوجد الشوكولات اللي غادي نزين به. كتاخذ اي نوع ديال كتاخذوا اي نوع ديال الشوكولات كيعجبكم. شرط ما يكونش في الثلاجه، يكون فحال كيذوب شي شويه، يعني عادي كتحطوه في الكوزينه عادي. وكان نقطعوه بهاد القطعه هذه اللي كنقطعوا بها الخضر باش كنتحصل على دوك الاشكال. وتزيين راه كيبقى اختياريه، كتزينوا باي حاجه عندكم. انا هنايا فقط وريتكم طريقه باش زينت، طريقه باش عملت الشوكولات اللي زينت به. هنا كيف ما شفتوا خديت البسكوي عمرته من الداخل، وغادي نحاول نغطيه بديك الكريمه كامله. هاد الكميه اللي عطيتكم ديال الكريمه راه غطات لي هاد البسكوي يعني كامل، ما الكريمه ما بقاتليش. وتزيين هنايا راه كتزينوا عشوائيا. انا زينت بهاد الطريقه هذه، والكريمه ماشي ضروري نقدوها من الجوانب ومن الفوق يعني بشكل اللي هو مزيان. يعني كتزينوها بطريقه عشوائيه ولا كتقدوها بطريقه عشوائيه. هني غادي ندخلها للثلاجه نخليها حتى تبرد مزيان. عاد غادي نحطها في طبق التقديم. والشوكولات نسيت ما ذكرتش. الشوكولات مني يعني كتشكلوه كتدخلوه للثلاجه واحد 10 دقائق حتى يقصاح. من بعد كتزينوا به باش ما كيخسروش لكم ديك الاشكال، باش ما كيتهرسش. وكتزينوها بهاد الطريقه هذه. طورطه سهله بسيطه دغيا كتوجد، ما واخا مكلفه شي شويه بديك البودره اللوز اللي فيها، ولكن ما فيها باس مره تحضروها حيت فيها واحد المذاق. واخا نعيا نشكر لكم في المذاق ديالها. نتمنى تجربوها حيت فعلا كتجي لذيذه بزاف، مذاق اللي هو رائع. وبالنسبه للكريمه حيت بزاف ما غاديش يعجبهم البيض في الكريمه، وانا من هاد الناس اللي ما كيعجبهمش، ما كيعجبنيش البيض في الكريمه. لكن عليها وضعت بودره الكريم باتيسير وضعنا الفاني باش كيحيد لينا ديك الزفوره ديال البيض. بودره الكريم باتيسير فاش كنعملوها مع هاد الكريمه كتعطينا بحال كريم باتيسير، يعني ما كنحسوش بديك البيض. وكذلك حاولوا غير تعملوا الفاني، ففعلا ما كتجيش فيها نسمه د البيض. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال التورته اللي وجدنا. صراحه كتجي لذيذه رائعه، نتمنى تجربوها. وكيف ما شفتوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. هنا قطعت معكم قطعه باش تشوفوها كيفاش جات خفيفه ورطبه، ما كتجيش قاصحه، فعلا كتجي هشيشه وكتجي غزاله بزاف. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التشجيعات والدعم ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله ووصفه جديده ان شاء الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.